يلا بينا بقى نروح على الفيوتشر كونتينيوس اللي هو زمن المستقبل المستمر اللي ظهر في منهج ايه؟ ظهر في منهج ثانيه ثانوي. تعالوا انا وانتوا كده نروح لحاجه اسمها فيوتشر كونتينيوس اللي هو زمن المستقبل المستمر. الزمن ده رائع، تمام؟ لازم افهم ان الفعل ده يكون مستمر بكره. لازم افهم ان الفعل ده يكون مستمر. اهي الفعل بتاعي هيكون مستمر بكره. انا لازم افهم. اجي اقول مثلا لمحمد: محمد I'll visit you tomorrow. I will visit. خلاص انا بتمنى اهو، لسه بمهد. انا بتمنى اهو I hope I will visit you at 9 tomorrow. والله يا محمد انا بتمنى ازورك بكره الساعه 3 او الساعه 8. هيقول لي sorry miss I will be studying. معلش انا هبقى بذاكر. يبقى انا لو قلت لك كلمه all day tomorrow، بكره طول النهار، او كلمه اسمها at 3 tomorrow، بكره الساعه 3، او from 3 to 7 tomorrow، بكره من الساعه 3 للساعه 7، او tomorrow morning، بكره الصبح. خلي بالكم الشكل ده نادرا ما بيجي له باسف. هو مش غلط بس يعني ما بنشوفوش كتير. خلاص، ايه رايكم لو انا فهمت هو انا فهمت من الجمله ان الفعل ده هيبقى مستمر بكره، تمام؟ انا فهمت. هبقى نايم بقت will be sleeping، هبقى بذاكر بقت will be studying، هبقى بساعد مامتي بقت will be helping my mom. يبقى انا يا اما بجيب معنى لاستمرار الفعل، يا اما بجيب keyword. زي ما الولاد هنا بيسالوا: ميس هو لازم يبقى في keyword؟ قليل قوي قليل قوي في زمن الفيوتشر ان انا اجيب keyword، قليل قوي. فخلي بالكم قوي واحنا بنحل، خلي بالكم، تمام؟ وارجعوا الفيديوز بتاعه الحل. انا دلوقتي عندي حاجه اسمها الفعل مستمر بكره او الساعه 3 بكره. تعالوا نجيب سنتنس كده واقول مثلا ان يسرى مسكينه ايه at مثلا at 9 tomorrow. يجي حد يقول لي ميس انا هزورك بكره الساعه 9. ميس انا هزورك بكره الساعه 9. اقول له سوري، هتبقى مالها will be working. اي فعل مستمر يقول لك for the next 10 years. بصوا القمر، for the next 10 years، لمده السنوات القادمه. اقول له I will be working on a project، will be working، will be studying، will be reading. يبقى امتى بستخدم will be ing؟ شايفين؟ لو انا استمريت في فعل بكره مع تحديد زمني. طب انا ينفع اشيل يسرى من هنا واجيب ذا ترين وذا كار مثلا، واجيب ذا كونفرنس؟ قال لي لا والله هي لازم تبتدي كده، ما ينفعش غير علي، يسرى، احمد، اي هي شي ات يو وي ذي، ما ينفعش اي حاجه تانية. فخلي بالك من بدايه السنتنس بتاعتك، خلي بالك من الكي وورد اللي بتتعامل معاها، خلي بالك من معنى الجمله. يبقى تعالوا كده انا وانتوا نخمن. لو انا سالت احمد هكون نايم بكره الساعه 3، هيقول لي مس يسرا ويل بي سليبنج. محمد يجي يقول لي ميس انا هبقى بذاكر، يبقى ويل بي ستادينج. الدنيا بكره طول النهار يا ميس في مطره، ات ويل بي ريننج، مش هنعرف نخرج. فانا يا بفهم من السنتنس بتاعتي ان في continuous action in the future، في فعل مستمر، او عندي تحديد الزمن بالكلمات دي اللي هي all day tomorrow، at 3 tomorrow، from 3 to 7 tomorrow، او tomorrow morning. وبكده ده الشكل بتاعي. قليل قوي لما بيجيب شكل الباسيف، يعني ما حدش يقول لي will be worked، قليل قوي. تمام؟ يلا بينا بقى نروح على الفيوتشر بيرفكت الجميل قوي اللي كل سنه ثانويه عامه يروح جايبه. يلا بينا دلوقتي بقى احنا رايحين لتنس حلو قوي اسمه فيوتشر بيرفكت. فيوتشر بيرفكت يعني ايه فيوتشر بيرفكت؟ قال لي زمن اسمه زمن المستقبل التام. الكلمه الاساسيه في التنس ده كلمه باي 2030، باي 2050. لازم يجي في السنتنس بتاعتها كلمه باي او كلمه in 2 years time، بعد سنتين من دلوقتي اهي in 2 years time. او انا فهمت ان الفيرب ده يكون انتهى. انا فهمت ان الفيرب ده يكون انتهى. مهمه قوي. باي 2030 هاجي في الامتحان واقول مثلا ان احمد will have bought a car، هيكون اشترى عربيه اهي will have bought a car. فيجي حد يقول لي مس يسرا هو انا امتى بقول will have studied، will have eaten، will have finished، will have done، will have cleaned؟
اول ما بشوف باي وفتره زمنيه في المستقبل، باي 2030، باي 2050. طب ينفع اعملها باسيف؟ حضرتك لسه قايله لنا ان في بعض التنسس في بعض الازمنه ما بتمشيش بشكل الباسيف. قال لي لا، ده مهم جدا ان انا اشتغل معاك بالباسيف. زي باي 2030 احمد will have bought a car. طب انا لو جيت هنا وقلت in 2 years time او باي، ركزوا، باي 2050 many schools، اهي مدارس كتيره، ودي جت كتير جدا عندنا في الثانويه العامه. يجي يقول لك زي رؤيه، زي فيجن، رؤيه حاجه، مثلا سوف يتم بناء المستشفيات، سوف يتم انشاء الطرق، سوف يتم بناء المدارس. فده معناه ان في بلان، في حاجه معموله، بس باي بحلول عام كذا. شوف انا قلت بلان وقلت باي. يبقى انا لو عندي باي 2050 وابتديت بماني سكولز، ايه شكل الباسف هنا؟ هتبقى will have been built او will have been established، will have been cooked، will have been cleaned. يبقى انا لازم اعرف شكل الجمله اكتف وباسف. اكتف ام باسف. اكتف معناها ببقى فاعل الجمله اللي هي بحلول عام كذا، هختار will have وتصريف ثالث. اما لو عملنا الجمله باسف هختار will have been وتصريف ثالث. هتختارها بقى will have been cooked، will have been studied، will have been built، will have been ومثلا cleaned، حسب انت شكل الجمله هنا اكتف وباسف. خالد عنده سؤال. يبقى انا كده مثلا عندي باي اللي هيميزها بالنسبه لي الفتره اللي بعدها، بالظبط، لان ممكن يجيب لي بعدها ماضي كده، صح؟ جميل. فاكر لما قلت لكم يا خالد في اول فيديو اللي هو في يونت 1، ارجعوا يا اولاد ليه، برافو الملحوظه بتاعت خالد لما قال لي باي 1998، فاكرينها؟ فطبعا لو هي اللي بيحكمني الفتره الزمنيه اللي بعد باي. هنا عشان انا شغاله في الفيوتشر فجبت ويل هاف وتصريف ثالث او بي للباس بارتيسيبل لشكل الاكتف، ويل هاف بين وتصريف ثالث لشكل الايه؟ الباسيف. خلاص. لكن مع باي 1998 هكتبهم لك جنب بعض. لا يا حبيبي، دي بتاخد هاد وتصريف ثالث، هنا هاد ايتن وهاد ستاديد، ده شكل الاكتف، وشكل الباسيف هاد بين وباست بارتيسيبل، ده في حاله انها باي. حطهم يا خالد قدام عينيك، يبقى انت قدامك كلمه باي وعندك فتره زمنيه في المستقبل بتاخد ويل هاف ستاديد، ويل هاف ايتن، والباسيف منها will have been built او will have been cleaned او will have been established. اما مع باي وفتره زمنيه في الماضي خلاص هاد وبي وهاد بين وبي. في بقى احلى بقى، انا هزود على دماغك برضو يا خالد، اللي هي ان. لما يجيب لي بقى ان مثلا زي السؤال اللي سما سالته في الحصه، زي ان 1998 لما قالت لي ايه الفرق بين ان وباي وسنس، عشان برضو الفترات الزمنيه تبقى ايه لحبايبنا واضحه. لو ان 1998 في اللحظه دي اقول احمد graduated، خلاص. يبقى انا كده قلت ايه؟ خلي بالك من كلمه سنت، من كلمه باي، من كلمه باي وفتره في المستقبل، من كلمه ان. محدش ينسى برضو في سنس، ركزوا عشان برضو يبقى ايه. انا مثلا I have studied، انا بذاكر انجلش since 1998، يبقى في فرق عندنا من in 1998 since 1998 by 1998 by 2030. يبقى انت كده عندك باي وفتره ماضي، عندك باي وفتره مستقبل، عندك in وباست، عندك since وايه وباست. خلي بالك من شكل التنس مع كل اللينكرز دي او مع كل الكي ووردز دي. بس عايز اطلع من الحته دي بكلمه باي وفتره زمنيه في المستقبل مع will have وتصريف ثالث، will have eaten، will have studied، will have cooked او will have been built، will have been cleaned، will have been established. وعرفنا الفرق بين باي in and since. ويلا بينا نروح للفيوتشر بيرفكت كونتينيوس، زمن المستقبل التام المستمر. اخر جزء عندنا في يونت 3 ازاي نتعامل مع التنس اللي هو فيوتشر بيرفكت كونتينيوس، اللي هو زمن المستقبل التام المستمر. خلي بالكم ان هو قليل قوي لما بيجي في الثانويه العامه، بس ممكن يجي السنه دي، وظهر في الورك بوك، وظهر في كذا درس عندي في استخدامات الاستمرار في المستقبل.
وان انا مش خلصت الفعل او الفعل هيكون انتهى زي الفيوتشر بيرفكت. قال لي لا، الفعل ده هيكون مستمر. فخلي بالك ان انت برضو بيبقى عندك باي. انتوا عارفين مع باي 2030 اللي هي بس كده، مع باي 2030 قال لي ماشي، قال لي كده باخد ويل هاف وتصريف ثالث. ماشي خلاص، انا عرفت ان الفعل ده هيكون خلص. ها، زي ما الجمله اللي احنا لسه قايلينها اللي هي باي 2030 احمد ويل هاف بوت كار، هو هيكون اشترى عربيه خلاص. وانتوا زي ما قلت لكم كده ويل هاف جويند ان شاء الله ذا يونيفرسيتي، هتكونوا دخلتوا الجامعه. فانتوا عارفين في الدرس اللي فات اللي هو الفيوتشر بيرفكت بس ان الفعل هيكون خلص. اما مع التركيبه دي انا بجيب باي برضو و2030 واقول ان شاء الله بحلول عام 2030 يسرى، واروح جايبه التركيبه دي will have been working will have been working as a teacher. ركزوا as a teacher يعني هي بقالها قد ايه مدرس، ويقول لي since 2000 for 20 years or 30 years. عايزه بقى تفرق لي بين السنتنس دي والسنتنس الثانيه. ايه الفرق بين will have worked و will have been working؟ انتوا عارفين will have worked هيبقى معناها ان هي هيكون تمت الحاجه دي. will have joined university هتكون دخلت الجامعه. will have eaten هتكون كلت. لكن مع التركيبه دي will have been reading will have been cooking will have been يعني هتكون لسه مستمره في فعل الشيء في المستقبل. فبيبقى الجمله فيها باي برضو، باي بحلول ظرف كذا، ولازم يجي سنس وفور. الولاد سالوني سؤال، قالوا لي ايه وهم بيشتغلوا في الدرس ده، قالوا لي ميس يسرا هو ايه الفرق بين باي بتاعت الفيوتشر بيرفكت وباي فيوتشر بيرفكت كونتينيوس؟ باي دي بيبقى فيها سنس اوف فور، باي دي بيبقى فيها سنس اوف فور، وانا فهمت ان الفعل هيكون مستمر في المستقبل. ايه الفرق بقى من باي 2030 دي وباي 2030؟ ها يسرا will have worked as a teacher اهي، will have worked اهي، will have worked as a teacher. والله هتكون خلصت تدريس. انا عايزه الفرق في المعنى بين الزمن ده والزمن ده، انا عايزه معنى. هما الاثنين فيهم باي. بصوا كده، هنا الفعل هيكون مستمر، يعني لسه ان شاء الله ربنا يديني العمر ان انا اكمل. لكن مع باي 2030 هكون خلصت will have worked، الست دي هتكون اشتغلت لمده كذا، الفعل هيكون تم اهي، الفعل هيكون خلص او الفعل هيكون تم خلاص اهي خلص. لكن هنا في استمرار بوجود سنس وفور، هنا الفعل ما زال مستمر. تعالوا نلخص السبوره بتاعتنا كده ونقول باي وفتره زمنيه في المستقبل هاخد معايا will have وتصريف ثالث. اما لو ظهرت باي وفتره زمنيه في المستقبل ومعايا سنس وفور باخد معايا will have been وان جي. محمد سأل سؤال حلو قوي دلوقتي، قال لي ايه؟ قال لي طب الفيرب اللي ما بيقبلش الاي ان جي، الفيرب اللي ما بيقبلش الاي ان جي، هل ينفع اقول will have been knowing will have been wanting؟ غلط. ارجع للشكل ده كده، يعني لو الفيرب بتاعك خلاص ما بيقبلش الاي ان جي، ما بيقبلش الاي ان جي، باخد معايا will have وتصريف ثالث. عشان كده انا كتبت لك التو تنسز مع بعض، ده كده بقى future perfect وده كده بقى future perfect continuous، زمن المستقبل التام المستمر، اللي معناه ان الفعل ده هيكون مستمر لوقت محدد في المستقبل. والمحدد بايه؟ بسنس اوف فور. يبقى انا امتى باخد will have been وان جي؟ يا اما معايا باي وفتره زمنيه في المستقبل ومعايا سنس اوف فور، او انا فهمت ان الفعل ده هيكون مستمر في المستقبل. وبكده احنا خلصنا اهم يونت في المنهج بتاعنا اللي هي يونت 3 اللي بتتكلم عن future simple future perfect future continuous and future perfect continuous. طبعا احنا كده خلصنا اهم يونت في منهج ثالثه ثانوي، ازاي استخدم future simple future perfect future continuous and future perfect continuous. وربنا معاكم بالتوفيق.